سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء نطلب من الله أنه يتقبل شهدانا في جنة الأبرار، ويشفي مرضانا ويرحمنا، يخلينا ينصرنا على عقاب الطواغي اللي ما زالوا باقيين في البلاد، اللي هم سيف الإسلام، يسموا بسيف الإسلام. ونطلب من الله أنه يدير الصلاح في البلاد ويتعمر البلاد ونرجع أكثر من قبل. أخونا ونسايب وأصحابنا اللي مش حاجة فرقنا على بعضنا، بس نطلب من الله أنه ييسر عملنا بس في الصلاح ويهدي لهم بس. الله أكبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا حبيبنا وقائدنا الأوحد محمد صلى الله عليه وسلم. أنا المبروك عبد الله محمد الحاسي من مدينة درنا، صبت في مدينة البريقة في تاريخ 13 رمضان 13/8/2011، وكانت إصابة في فخذ إكسار إيرانية. ونهني الليبيين بالتحرير، تحرير ليبيا، وإن شاء الله نسأل الله أن تكون ليبيا حرة ويبعد عنها الفتن وشر المحن، وأسأل الله العلي العظيم أن تعيش حرة مستقلة، حياة ديمقراطية، حياة حرة سعيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مرحمة من توار مدينة بصراتة، سكان شارع سنة. أول حاجة رحمة لشهداء دولة بادوس والمراية، وإن شاء الله من نصر إلى نصر الحمد لله. انتصرنا على الطاغية ولله الحمد. وأنا صوت في مدينة سرت في جنب جزيرة زعفران، صارت على المياه. صار صوت عندي صابون في ذراعي اليمين، طلعت من الكتف، والثاني خشت في جهة الرئة، زوز طلقات كلاش. الحمد لله إن شاء الله من نصر لنصر. أنا أحمد عبد الحكيم الديباجي من طرابلس، نهني الشعب الليبي بالانتصار. الله أكبر لله الحمد. توصل رسالة لأسرتي إني طيب والحمد لله ومية مية إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. كي يزول الألم سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنيت